فوز الاهلي على الهلال عامل قلبان لبعض البيان والتصريحات بتاعت المدربين، بتاع مدرب الهلال نائب رئيس نادي الهلال. بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير ما نبدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تبخلش عليها باللايك دلوقتي بالله عليك يا اخي، والاشتراك يا اخي. يعني 50 لايك مش كتير، يعني 50 لايك مش كتير، خصوصا يعني ان انا عاشق للنادي الاهلي، عاشق لجمهور النادي الاهلي. هنتكلم كده على شويه حاجات. طبعا فوز النادي الاهلي عامل حرقان وقلبان لناس كتير قوي زملكاويه، وعامل حرقان وقلبان كتير قوي قوي قوي. بص بقى للهلاليه بتاع السودان دول، فانا هقول لك كام حاجه كده. يعني ايه يعني وقفت قدامهم انا مش محضر حاجه، بس قلت يعني ايه الحاجه دي لما وقفت قدامها كده قلت لازم اطلع واتكلم فيها. هتكلم الاول على المدرب بتاع الهلال السوداني. المدرب بتاع الهلال السوداني قال لك انا هيأت اللعيبه بتاعتي، هيأت اللعيبه بتاعتي ان دي مباراه نهائيه، ان دي مباراه نهائيه. بس اللعيبه نزلت شافت الجمهور، خافت اتخضت، وهو ده اللي احنا عايزينه. كان استاد القاهره ده يا جماعه كان استاد الرعب، كان استاد الرعب. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي النادي الاهلي بيحصل معاه بالظبط كده لما بيطلع يلعب بره. الاهلي واخد هنا على 10,000 او 5,000 متفرج، بيروح هناك بره بيشوف ال 200 بيشوف ال 20,000 وال 50,000 بيتخض. فانت لما تاخد هنا على 50-60,000 تطلع بره تشوف 60-50,000 عادي، الدنيا شغاله. ده اللي حصل بالظبط مع الفريق الهلال السوداني. الراجل قال لك اللعيبه نزلت الملعب، شافت الجمهور، اتخضت، بقى في رهبه، فعشان كده الاهلي قدر يكسب. بس انا بقول لك لا طبعا الاهلي عامل ماتش جميل، وانت هو ده حجمك كهلال سوداني. ونصيحه لو عايز تصعد لدوري المجموعات بعد كده ما تقعش مع النادي الاهلي، ما تقعش مع النادي الاهلي. وشوف بقى، شوف الحظ الجميل بقى. شوف انت لما تلعب في دوري المجموعات تصارع وتتخانق وتعمل عشان ما تقابلش حد من الفريق الاول، اللي هو بمعنى ايه؟ هقول لك انا الحته دي بمعنى يا سيدي، اقول لك انا يعني كل واحد بيحاول يطلع كاول مجموعه ليه؟ عشان يقابل فريق ضعيف في الادوار اللي بعد كده، لان الاول بيقابل الثاني ده المفروض ان هو ضعيف. شوف انت بقى لما تقعد تحارب وتصارع مع الانديه اللي معاك في المجموعه، وفي الاخر تطلع اولاني عشان تروح لابس في النادي الاهلي. والاهلي كده هيقابل مين؟ يا الرجاء المغربي، يا الوداد المغربي، يا الترجي التونسي. الاهلي هيقابل واحد بالثلاثه دول، وصن داونز طلع اولاني وصن داونز معانا. يقابل الرجاء، الاهلي يقابل الرجاء، يقابل الوداد، يقابل الترجي التونسي. شوف دول بقى، يعني انت شوف انت الانديه دي قعدت تصارع عشان تقابل فرقه ضعيفه. ففرقه من الانديه دي بص مرعوبه، يعني تقول لك يا رب ما نقع قصاد الاهلي، خصوصا اللي احنا شفناه 60,000 متفرج. ده اصل كل نادي وليه جمهور، الا الاهلي وليه شعب. الاهلي ليه شعب، الجمهور ده اللي هو ايه يعني ايه عدد معين، لكن الاهلي اعداده كبيره قوي كمان. فكل فرقه خايفه تقابل النادي الاهلي. طبعا الهلال السوداني تصريحات الهلال السوداني وبيانات الهلال السوداني طالعين يقولوا لك ايه بقى؟ ايه الصفحه الرسميه بتاع الهلال السوداني على الفيسبوك؟ بص بقى الصفحه الرسميه: تقدم الهلال السوداني بشكوى رسميه الى مراقب مباراه الاهلي والهلال بعد تعرضهم للهجوم من جماهير النادي الاهلي وتعرض الهلال فور نزوله لارض الملعب لعيبه الهلال الى هتافات عنصريه قبيحه ورمي بزجاجات المياه. يا راجل يا طيب، يا زول يا طيب، يا اللي انت مش طيب، ده انا لسه شايف فيديو واللعيبه بتاع الهلال السوداني نازله بتصور من الموبايلات الجماهير. فكرتنا بفريق سان داونز، لما جو شاف الجماهير وصور، لان الجماهير كانت كتيره ماليه الاستاد، دي كانت احتفاليه كرنفال على فكره. ففين ولا سمعنا، انا سامع الماتش ولا سمعت حتى هتاف واحد عنصري. بس يعني انت فاهم، انا زي ما قلت الهجوم اللي كان والصفحات اللي كانت عماله تهاجم وتسخن وتشحن، ده كان بدعم من صفحات اخواتنا الزملكاويه، اللي هو اكبر حاجه حلوه ليهم ان الاهلي يخسر. هم كانوا عشمانين، وانا جاي لك في الحته دي لان في كام واحد عمال يعوي وكان نفسه الاهلي يخسر، فانا هاجي لك عليهم دلوقتي،
فانا بقول لك يا عم ان انا لا، ده انا شفت معلش يعني، انا شفت فيديو، لا اللعيبه نازله بتصور الجمهور، اللعيبه نازله بتصور، مش مصدقه، مش مصدقه ان الجمهور ده موجود وبالحلاوه دي. مش بقى لا مش بقى جمهور وخلاص زي عندهم عشوائي، لا تشجيع منظم، كله لابس الفانله الحمراء. لا كان الاستاد امبارح كان روعه الصراحه، روعه الاستاد امبارح. هجي لك بقى ايه للحرقان الزياده والجامد قوي من اخواتنا وحبايبنا الزملكاويه. في لاعب كده ودانه كبيره كده، معلش يعني الواحد مش بيشتم ولا تنمر، لا بس هم عايزين كده، يعني استغفر الله العظيم رب، الواحد يعني ما بيغلطش في يعني ايه، ما اعرفش، بس هو مش تنمر، بس انت اللي بتخلي الناس تعمل معاك كده. كان بيتمنى ان الاهلي يتغلب، كان بيتمنى ان الاهلي يتغلب ويجيب شويه زملكاويه يقعدوا يعوا طول اليوم، بس يا ياسين يقعدوا يعوا طول اليوم ويفرحوا في النادي الاهلي، لكن ربنا ما بيرضاش بالظلم. فريق النادي الاهلي اجتهد فكسب وعدى المجموعات. انتوا كفريق فقير واخدين على الاحتواء هنا في مصر فعادي. فراجل ابو ودان كبيره ده كان نفسه الاهلي يتغلب. انا بقول لك مش تنمر، بس انت عايز كده، طالما بتثير الجمهور فانت هتاخد شتيمه على دماغك، فانت ما تلومش غير نفسك بقى، فراجل ابو ودان كبيره ده كان نفسه الاهلي يتغلب وقال لك انا هروح اشجع الهلال، وشفنا جماهير من نادي الزمالك كانت بتشجع الهلال امبارح في الاستاد. هم سبحان الله يعني، هم كده يعني، هم قله، بس يعني انت عارف الفئران لما بتطلع من جحورها هم نفسهم يطلعوا من الجحور، بس هم عشان فار الجحر مقفول شويه فمش عارف يطلع، كل ما يجي يطلع الاهلي يروح مديله على دماغه ويروح داخل الجحر تاني. هو بالظبط كده كان زملكاوي كفار كده، نفسه يطلع من الجحر، يطلع يشتم في النادي الاهلي او يفرح في النادي الاهلي فمش عارف. فالكائن دوت اللي بقول لكم عليه ده ابو ودان ده كان نفسه النادي الاهلي يتغلب، لكن الحمد لله عشان يجيب شويه زملكاويه برضه يقعدوا يتكلموا ويفرحوا في النادي الاهلي، لكن ربنا طبعا نصر النادي الاهلي بثلاثه، وثلاث اجوان احلى من بعض. في لاعب اسمه احمد حمدار ده، ولا احمد حمار، ولا احمد مش عارف ايه، معلش الواحد برضه بص يعني عشان ايه مش عارف صراحه الواحد يقول ايه، مش عارف اسمه احمد ايه، على العموم يعني طالع يقول لك ايه الهلال السوداني ضعيف، وبعد كده يا عم احمد يا بتاع انت عوار انت ولا اسمك ايه، يقول لك ده الحرس الحدود هنا اقوى منه. طب وبعدين انت للمريخ السوداني انت كسبت هنا 4-3 بالعافيه يا راجل يا فقير، 4-3 بالعافيه وهنا، وده المريخ ده المفروض ان هو اقل من الهلال السوداني ماشي. يقول لك والاهلي ما عملش ولا هجمه تكتيكيه ولا جمله تكتيكيه، وانت كنت بتتفرج على ماتش تاني؟ والله احنا عايشين مع عالم بهايم، والله عايشين مع عالم كده سبحان الله يعني، عالم على الله، بس يا ياسين عالم على الله والله. يقول لك ولا جمله تكتيكيه ولا هجمه. انت شفت الاجوان يا راجل؟ ما بتفهمش. شفت جون كهربا، الجون بتاع كهربا، شفت احمد عبد القادر عاملها له ازاي، وشفت كهربا عدلها ازاي وحطها ازاي، شفت الجون بتاع الشحات الاولاني، شفت بيرسي تاو عملها ازاي لحسين الشحات، شفت الجون الثالث يا اللي ما بتفهموش، يعني انت شفت الجون الثالث، شفت مروان عطيه رقم 1 في الحته بتاعته دلوقتي، شفت عملها ازاي لحسين الشحات، شفت حسين الشحات موه ازاي. اجوان كلها مزيكا، ويطلع واحد اصلا ما يعرفش حاجه في اي حاجه بس بياكل عيش، يطلع يقول لك اصل الاهلي ما لعبش حلو امبارح، ده الهلال كان وحش، ولا جمله تكتيكيه اتعملت، والاجوان كلها اجوان اونطه ايه يا عم؟ طب يا عم احنا بنحب الاونطه واحنا كسبنا، بنحب الاونطه واحنا كسبنا 3 وعدينا دوري المجموعات. انت حصاله على طول، كل سنه بتطلع حصاله، فالحرقان كان وبزياده كتير قوي. فطوطه بتاعهم خالد فطوطه بتاعهم برضو طالع يقول لك ايه معلش يا عم احنا ايه يعني، ما مش عارف صراحه، بس الزملكاويه دول الصراحه بيتعبوا والله بيتعبوا الواحد. فطوطه بيقول لك ايه يا سيدي، يقولون ان خالد فطوطه يثير الفتنه بين الجماهير، امال اسلام الشاطر والمنيسي وعدل القيع وسامح حسني بيعملوا ايه؟ انا راجل كهلاوي بتكلم بتكلم حقيقه، انا بتفرج على قناه النادي الاهلي يعني، مش بتفرج عليها كتير برضه لان في حاجات ما بتعجبنيش، بس عمري ما شفت بيغلطوا في حد، عمري ما شفت اسلام الشاطر بيغلط في حد، بينتقد انتقاد بناء زي ما بيقولوا. ما انت حضرتك يعني انت حضرتك فتنه اصلا، فتنه، انت راجل شيطان، انت والناس اللي بتقعد تعمل كده دي شياطين، كندا عامله قلق معلش، الناس شياطين، فانت مش الفتنه ده، انت
ده انت اساس الفتنه اصلا، انت والجماعه الهزازين دول. انت الجماعه الهزازين، انتوا اصلا اساس الفتنه. انتوا اصلا اساس الفتنه. انا بقى 50 لايك يعني مش كتير والله العظيم، 50 لايك ولا 60 لايك. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. ده ياسين بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين اهو. ومحمد ما تاخدش عليها باللايك. لايك دلوقتي، اعمل لايك دلوقتي، اصل يعني اللايك دلوقتي عادي يعني، انت في اخر الفيديو لو وصلت الحته دي ما تنساش تعمل لايك بالله عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.